أكبر نكبة في التاريخ الحديث. هذا الشخص مصيبة، جاب العيد بالناس. هذا طالب صربي اسمه غافريلو برينسيب. الطالب هذا راح تخرج من الثانوية مدري من الجامعة وراح يقدم على الجيش زيه زي الرجال. قدم على الجيش والله وعيو يقبلوا. قالوا له أنت قصير يا ولد والعسكرية يبغى لها ناس طوال. يا ولد يمين يسار وسطات. قالوا ما في، انسى الموضوع، أنت قصير وما تصلح العسكرية. قال أنا أوريك والله لا أثبت شجاعتي وراح تشوفوا. والله ويجي يوم ويجي ولي عهد النمسا هو وزوجته زيارة لصربيا ويترصد لهم الطالب هذا وهو يغتالهم. اغتال ولي عهد النمساوي وزوجته. راحت النمسا أعلنت الحرب على صربيا. راحت روسيا فزعت مع صربيا وأعلنت الحرب على النمسا. راحت ألمانيا فزعت مع النمسا وأعلنت الحرب على روسيا. زعلت فرنسا وأعلنت الحرب على ألمانيا. ألمانيا راحت تحارب فرنسا، دخلت عن طريق بلجيكا. غضبت بلجيكا وبريطانيا وأعلنوا الحرب على ألمانيا. غضبت الدولة العثمانية وفزعت مع ألمانيا وحاربوا بريطانيا وبلجيكا. غضبت أمريكا واليونان ورومانيا وإيطاليا على الدولة العثمانية وهاجموا على الدولة العثمانية. وفي اليوم هذا قامت الحرب العالمية الأولى في عام 1914. يعني اللي راح ضحيتها أكثر من 16 مليون قتيل و8 مليون مفقود و2 مليون جريح، كلها بسببها صغير القزم.